أبدأ معاك بالحقيقة اللي أغلب الناس بتهرب منها. وجع الرفض مش جاي من إن حد سابك. وجع الرفض الحقيقي جاي من إنك كنت حاطط قيمتك في إيده. أول ما قالك لأ، أو أول ما تجاهلتك، أو أول ما اختارت حد غيرك، حسيت إنك قليل، أو إنك صغير عنها في القيمة، أو إنك بالصحاب إنك أنت اتركنت على الرف. بس خليني أسألك بقى، هو الرفض فعلا بيقلل منك انت اللي بتسمعني، ولا بيكشف لك انت كنت حاطط نفسك فين؟ خليني اقول لك حاجة من علم الريد بيل صريحة شوية. الرفض عمره ما كان حكم نهائي على قيمتك. الرفض كان دايما اختبار، شيت تيست. البنت بتحب تعمل شيت تيست، وبتعرف انت مستوى استحقاقك الذاتي قد ايه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو هي رفضتك والرفض ده هزك من جوه، يبقى انت اصلا كنت مستني قبولها عشان تحس انك كفاية. كنت مستنيها تختارك عشان تصدق انك مميز. كنت مستني ردها عشان تنام مرتاح. ده اخطر مكان ممكن تحط في نفسك، انك تربط رجولتك بثقة حد فيك. خلينا نبص للصورة من فوق شوية. في عالم العلاقات الاختيار مش دايما للأفضل، الاختيار للأكثر توافقا وللأكثر توقيتا، وأحيانا للأكثر جرأة للشخص. في رجالة كتير اترفضت مش عشان أقل، لكن عشان البنت ما كانتش جاهزة ليهم، أو جم بدري، على حسب التوقيت، أو في مرحلة هي مش فاهمة هي عايزة إيه أصلا. بس هو أخدها بشكل شخصي وابتدى يشك في نفسه. الريد بيل بيقولك ما تاخدش الرفض ده بشكل شخصي، خده بشكل معلوماتي. يعني ايه معلوماتي؟ يعني الرفض يساوي داتا او معلومات. بيقولك المكان ده مش ليك، الشخص ده مش شبهك، التوقيت ده مش توقيتك. بس ما بيقولكش ابدا انك قليل. المشكلة ان اغلب الرجالة اول ما بتترفض بتجري تعمل العكس تماما، يجري وراها ويبذل مجهود ويحاول يتوسل ليها او يحاول يثبت نفسه، فاكر ان الاصرار هيكسب. مع ان الحقيقة العكس، الاصرار بعد الرفض بيترجم فعلها الاحتياج مش قوة، والاحتياج اقل حاجة جذابة على وجه الارض. البرود العاطفي هنا مش اسوأ، البرود كرامة. انك لما تتحط قدامك اشارة رفض تقراها وتحترمها وتمشي، من غير انك انت تعمل او تجري وراها، او تحاول تتوسل ليها او تعمل مشهد درامي، او تحاول تاخد استعطاف وتقول دي محاولة اخيرة. عارف ليه؟ لان الراجل اللي فاهم قيمته ما بيحاولش يقنع حد يشوفها. اللي مش شافك مش هتشده بالكلام، انسفه من على وش الارض، ما تضيعش وقت. هتشده بس لما تبقى نادر وصعب الوصول. خليني اقول لك اخطر تحول بيحصل بعد الرفض. في رجالة الرفض بيكسرهم، وفي رجالة الرفض بيبنيهم. الاول بيقول انا مش كفاية، التاني يقول انا كنت بحط نفسي في المكان الغلط. ايه ده يا عم اللي انا بعمله مع نفسي ده؟ الشخص الاول بيزود احتياج، عنده توسل. التاني بيزود مستواه وبيزود قيمته، يقول يا عم اللي انا فيه ده يا عم، ما انا احترم نفسي وامشي. الاول بيجري ورا القبول، اما التاني بيطور من نفسه وعارف قيمة نفسه. فهنا الريد بيل ما بيقولكش ما تزعلش، لا ازعل، بس ازعل بوعي مش بانهيار. خد الوجع وواجهه. روح الجيم، اشتغل اكتر، او طور من شكلك واعمل فلوس وزود حضورك وتعلم الكاريزما والثقة بالنفس. مش عشان تثبت لها حاجة، عشان تثبت لنفسك ان الرفض واحد ما حددش مصيرك. ان رفض شخص ليك ما حددش مصيرك، او رفض بنت ليك. خليني اكون اصدق معاك شوية واتكلم بكل صراحة. احيانا الرفض بيبقى نعمة متغلفة في وجع. تخيل ترتبط بحد مش شايف قيمتك اصلا، وانت اضطريت تقضي سنين او وقت كتير تثبت لها. كان هيبقى جحيم بطيء. الرفض السريع ارحم بكتير من قبول مؤكد ينتهي بكسر اكبر. في قاعدة ريد بيل مهمة: الشخص اللي يرفضك بيحررك. يعني البنت دي ممكن تكون كانت عبء عليك، خد الموضوع بشكل فيه استفادة اكتر. قول لنفسك كده: البنت دي
كده هتضيع وقت ومجهود كبير على الفاضي وعبء وتخسرني كتير. ما تحاولش تاخده بمحاولة إرضاء، من استنزاف طاقتك ومن تقليل نفسك، لأن بيسيب مساحة لحد يشوفك فعلا. البرود العاطفي هنا مش تمثيل، انت بتسيب مساحة وبتاخد وقت وبتبدأ تشوف شخص أحلى وأفضل، وقول لنفسك الكلام ده. لأن البرود العاطفي هنا مش تمثيل، البرود ناتج طبيعي لما استحقاقك يعلى، لما تبقى عارف ان عندك اختيارات، ان في غيرها كتير، انك مش واقف على باب حد. ساعتها الرفض ما يوجعكش بنفس الدرجة، مش عشان قلبك حجر، لكن عشان كرامتك اكبر من انك تنكسر على باب حد. خلينا اختم معاك باهم معاد التعريف. الرفض لا يساوي فشل، الرفض يساوي فلترة. فلترة للناس اللي ما تناسبكش، فلترة للأماكن اللي بتضيعك، فلترة المراحل اللي مش وقتك فيها. فاكر لما قلت لك في الأول إن وجع الرفض جاي من إنك حاطط قيمتك في إيد غيرك؟ أول ما تسحبها وتحطها جواك الرفض هيفضل يوجع شوية بس مش هيكسرك. صدقني عمرك ما هتتكسر طول ما انت شايف قيمتك. وفي اللحظة اللي توصل فيها لليقين ده هتبص لأي رفض وتبتسم ابتسامة هادية وتقول في سرك مش مشكلة، أنا مش معمول لكل الناس، واللي معمول ليا يشوفني من غير ما أشرح نفسي. وده الفرق بين راجل بيجري ورا القبول وراجل القبول هو اللي بيجري وراه، لأنه عارف